هقول لكم ليه عملت الفيونكه دي في نص ساعه تقريبا. في الاول هقول لكم انا عملتها ازاي. انا عملتها بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات بالظبط، بس عملت صفين جنب بعض عشان تكون اكبر شويه. بعد كده ربطتها بايدي عادي على شكل الفيونكه وعملت منها واحده تانية. انا ليه بقى عملتهم؟ علشان الكارديجان ده عايزه اعمل عليه اي تاتش بينك كده، علشان عندي ايفنت النهارده والثيم بتاعه بينك. انا عارفه ان انتوا مش متعودين مني على كده ان اقول لكم يلا جهزوا معايا وكده، بس نعتبر ده اول فيديو او اول تجربه على حاجات كتير قوي. اول حاجه ان انا هوريكم كل حاجه هعملها النهارده، من اول سكين كير، ميك اب، والاوتفيت انتوا لسه شايفينه من شويه. بصراحه الميك اب كنت عايزه اعمل حاجه هاديه قوي، لان انا مش بحب احط كتير، بس طالع لي كم حبوب مش طبيعي، فلا انا محتاجه احط كتير. وكمان الاي شادو مش بحب احطه على طول، النهارده قررت احطه فتمام، يعني النتيجه مش وحشه. المهم اللي جاي ده الليب كومبو اللي انا كنت كلمتكم عليه قبل كده، وتقريبا ده اكتر ليب كومبو انا بحب اعمله. شعري بقى لما فكيته لقيته ان هو فرد شويه من تحت، بس تمام كان كويس، وبرده حاولت اظبطه. تعالوا بقى روحوا معايا الايفنت، بس قبل ما تروحوا معايا انا عايزه اقول لكم ان انا كنت متوتره جدا، لان ده اول مره انا انزل ايفنت اصلا. كل الناس لذيذه، مفيش اي حاجه تخليني اتوتر، بس الفكره نفسها بالنسبه لي، وان انا اصلا مش عارفه حد تقريبا، الموضوع كان موتر شويه، بس برضو اتبسطت قوي. وكان في حاجات كتير عملتها، وصورت صور حلوه قوي، وخدت الصوره دي بجد حلوه قوي، وعملت حاجات كتير حلوه، حطيت ميك اب وجليتر وحاجات كتير كده. التوتر راح بعد ساعه تقريبا، بس الحمد لله تجربه لذيذه وكله تمام.